قامت الحكومة الصينية بتسريع وتيرة سياسات الاستيعاب الوطنية في منطقة شينجيان الإيغورية ذاتية الحكم، تركستان الشرقية والتبت. وتقوم الجامعات في محافظات الصين بحظر دخول طلاب الأقليات من الإيغور والتبت والمنغوليا للتعلم بها، حيث يتم أيضا مراقبة جميع تحركات هؤلاء الطلاب بواسطة كاميرات موجودة في كل مكان، ويتم إعطاء أي شخص يدلي معلومات عن هؤلاء الطلاب مكافآت مالية تقدر ما بين 2000 و 5000 يوان. وردا على هذه المسألة، ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة ATIC خورخي كاسي أن الدستور الصيني ينص بوضوح على احترام المعتقدات والعادات الدينية للأقليات العرقية، ولكن الحكومة الصينية حاليا تعمل على تزوير دستورها وما ينص عليه من حقوق سواء للأقليات أو للأمة بأكملها. وما تقوم به الحكومة الصينية بهذه الوحشية يجعلها لا تستحق أن تحكم البلاد. قامت الحكومة الصينية في منطقة شينجيان ذاتية الحكم لقومية الإيغور المحتلة تركستان الشرقية بقمع وتدمير الإيغور، وسارعوا في تنفيذ سياسة الاستيعاب الوطني بعد أن تم نقل تشين شوان إلى هذه المنطقة، حيث واصل تطبيق سياسته الوحشية بشكل متزايد، حيث قامت الحكومة باعتقال إمام مسجد مقاطعة هوتان الشيخ إمام، حيث قرر الشيخ الذهاب لتأدية فريضة الحج في مكة المكرمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 عاما، مع العلم أن الشيخ يعاني من بعض الأمراض. تأمل الصين وروسيا وتركيا وإيران في الانضمام إلى منتدى أعمال أستانا كدولة فعالة، وقد تشاورت مع موسكو، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن تركيا تعارض طلب الانضمام لأسباب لم تذكر. تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي ترامب، سيقوم رئيس أوزباكستان ميرزيويف بأول زيارة رسمية للولايات المتحدة في الفترة ما بين 15 و17 من مايو، وسيناقش رئيسا الدولتين وضع وآفاق العلاقات الثنائية والتعاون بينهما، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الساخنة الدولية والإقليمية. أصدر عملاق التكنولوجيا جوجل رقائق معالجات جديدة موتو TPU3 بالإضافة إلى نظام أندرويد بي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، حيث عرض لأول مرة تطبيقات جديدة للذكاء الصناعي في مؤتمر مطوري البرامج لهذا العام، حيث تسمح هذه التطبيقات بتمييز الأصوات بأشكال مختلفة وتقليدها لتصبح مشابهة للصوت البشري.